التريكي دولة عمر النجدي يجري نانا بوكو. نانا بوكو رايح داخل ال 18 وزع بوكو تسديده يا ولد يا ولد. نانا بوكو صاروخ الزاوية صعبة جدا، اشتغل من ناحية الشمال عدل. وادي اللقطة الجميلة نانا بوكو صاحب ال 21 عام، اللاعب الغاني صاحب 13 هدف في الدوري الممتاز وهدف اول. ادي اللعبة تاني، ادي النجدي وادي تحرك نانا بوكو وادي الترقيصة الحلوة والعدل على يمينه وبص وسدد هناك بعيد. فين البيتوري ما يلحقش، خدت منه الكورة ياخد مهدي المصري اختراق. هاني سعيد يقابله لسه الكورة طلع من هنا، مش عارف فريق مصر المقاصة محتفظ بالكورة هنا ليه، اتقطعت خطر لسه ودفع وصفارة وركلة جزاء. ركلة جزاء في توقيت صعب جدا بصراحة. مصر المقاصة في الدقائق الأخيرة تقريبا اللعبة الأخيرة دي اللي خدت حوالي دقيقة ونص، يعني ما اعرفش بشكل غريب جدا مش عايز يخرج الكورة من قدام ال 18 إذا كان هاني سعيد ولا دونجا ولا أحمد سامي ولا حسني فتحي، بشكل غريب جدا لحد ما اتقطعت ودخل بيها محمد صالح صولة ووقع داخل المنطقة وخد بطاقة صفراء حسني فتحي وركلة جزاء لأهلي طرابلس. وقت صعب جدا، وقت صعب جدا. لو سجل أهلي طرابلس، شايفين حضراتكم الكورة بتلعب هنا ازاي ما بين هاني سعيد ودونجا وصالح صولة، ضغط عليه ودخل بيها المنطقة وحسني فتحي دفعة وصفارة وركلة جزاء وبطاقة صفراء لحسني فتحي. من أول الشوط الثاني بقول مع حضراتكم إن فريق أهلي طرابلس في وضعية أفضل، نشاط أفضل، وتبديلات الحقيقة عملها جمال بن نوارة رائعة المدير الفني بنزول زكريا اللافي ونزول فراس جمعة وعلي أمادو. مع تراجعه كان ملحوظ في أداء فريق مصر المقاصة اللي ضمن النتيجة، أو ده إحساسنا الإحساس اللي اداهولنا في الملعب. نتمنى إن محمود حمدي يقدر ينقذ الموقف، لأن الهدف ده أو ركلة الجزاء دي لو اتسجلت هتبقى 1-1 دي تصعد بفريق أهلي طرابلس، لأن نتيجة الذهاب 0-0. 1-1 هنا الهدف يبقى بهدفين يصعد أهلي طرابلس. ما نتمناش يعني بالرغم إنه فريق عربي وشقيق يعني ولو يستحق يعني نقول له مبروك طبعا. خلينا لسه الوقت مبكر لحكم النهائي. سند الورفلي سند الورفلي يسجل هدف التعادل. سند الورفلي في الدقيقة 39 من زمن الشوط الثاني من ركلة جزاء. بيستعد دلوقتي السيد حمدي، نلعب في الدقيقة 39. السيد حمدي وعمرو بركات. خلاص بقى احمد سعيد اوكا هينزل يعمل ايه دلوقتي؟ ادي ركلة الجزاء.